القادر على كل شيء ولا يقدر عليه أحد. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه وحمده، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر ما وقف، ونسأله سبحانه السداد والتوفيق والنجاة. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد المنزه لله عن الشريك والولد، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الشفيع والسند، خير من عفى عن الحلال وزهد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك جد واجتهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب والولد كلما ركع لله عبد أو سجد أما قبل. البنت سنها كده، والأم طبعا هتموت، وكل يوم عمالة تزن على دماغ الراجل، شوف عريس لبنتك، شوف عريس لبنتك، وتقول للبنت تحلق شوية كتخيلة، وانت ما ازاي البنات. تخلف إلى أبعد الحدود. نسوا الله. هو الزواج مش ده من الرزق برضه؟ ولا احنا نسينا؟ الخلفة دي من الرزق ولا مش من عطاء الله، ولا يعطي من يشاء ويمنع من ايه؟ ويجعل من يشاء ايه؟ ويرزق من يشاء السطور، ويرزق من يشاء الجنة، ويجعل من يشاء ايه؟ سبحان الله. يعني لما بنقول دايما الله عز وجل اليه يرجع الامر كله. كان حد بيكلمني امبارح ولا اول امبارح على المؤتمر الاقتصادي، وهيجيب وهيعمل، قلت له موافق والله العظيم. انت شفت الاله الحاسبه اللي قدامك؟ انا عارف. شفت الاله الحاسبه؟ كلنا عارفين الاله الحاسبه. الزراير الميزانيه يا باشمهندس، الجمع والطرح والضرب والقسمه والكسر التربيع والتكعيب، وقول اللي انت عايزه صح، بس ما تهزش زرار واحد. طبعا وانا في محاضره هقول اللي هيعرفه، اللي هيقول لي انا بقول على انه صرف 100 جنيه، بس ما ينفعش على المره اللي انا هاخد من كل واحد صرفته 100 جنيه. انا كده ولا كده ايه؟ انا الذي مع السماء. في زرار مش موجود في الاله الحاسبه اسمه زرار البركه. زرار البركه. البركه دي يعني ايه بقى؟ لا مؤتمر اقتصادي ولا شركات، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، ولكن كل عمل لا يبدا ببسم الله فهو اكبر. يقول العلماء منزوع البركه، مقطوع البركه. جوز زي ما انت عايز تتجوز، بس خلي بالك لما البنت تلاقي نفسها كده بقى بتعمل ايه؟ اول عريسها يخبط على الباب هتعمل ايه؟ هتوافق. هو خلاص، ولو يعملوا الفرح ويدفعهم ويصرفهم ويتشربوا ويعملوا بعدين ما يكملوش 6 شهور، واسمع الفضايح وتلاقي العربيه والمفطر بتاع الاسم جاي ب2 عساكر عشان يحملوا العشاء على العربيه والقايمه. مسخره. مصايب. روح اتفرجوا على الاسم اول الاسم تاني كل يوم تلاقي عربيه. انتوا عارفين في كام حاله طلاق في السنه الواحده؟ السنه اللي فاتت في كام حاله طلاق؟ انتوا عارفين ان كل 6 دقائق في حاله طلاق؟ 6 دقائق؟ انتوا عارفين انا حسبتها يعني في السنه كام؟ 72,000 حاله طلاق. يعني العنوسه ما هو خايفين يتجوزوا، واللي معهوش، واللي بيتشردوا، واللي بيتنيلوا، واللي مش لاقي سكن، واللي حاله طين، وبعدين اذا اتجوزوا ما هو اتجوزوا ايه؟ يلا بقى عايزين نخلص البنت لازم عشان، وبعدين ايه؟ ما ينفعش تتجوزي واختك الكبيره ما اتجوزتش. ليه يا ستي؟ ليه يا ماما؟ ليه ما ينفعش الصغيره تتجوز قبل؟ عيب، ما يصحش. هو ايه اللي عيب وما يصحش؟ وافرض الكبيره ما جالهاش وربنا رايد انها ما تتجوزش، الصغيره تقعد. انتوا ظلمه، انتوا ابهات وامهات ظلمه، انتوا اباء وامهات جهله، انتوا اصلا ما عرفتوش حاجه يعني ايه دين ولا يعني ايه شرع ولا يعني ايه، يعني ما فيش. وبعدين تقول لي استقرار المجتمع. استقرار المجتمع ايه؟ وبعدين المجتمع اللي مبني على كل المصائب السوداء دي هيلحق يعلم الولد امتى؟ فين الام اللي هي وهي حامل تقول اني نظرت لك بأمارة ايه؟ فيطلع عمر بن الخطاب ويطلع صلاح الدين الايوبي ويطلع المجاهدين اللي على الحرارة. قدس مين عم الشيخ؟ قدس هو في حسنات.
وانت لسه عايش في مجال قدامك بتتكلم القدس مين يا عم؟ ما خلاص كل حاجه خلصت. الحرب كلها بقت الاسلام وضد الاسلام، اكون او لا اكون، القدس مين؟ الموضوع بقى اكبر من القدس والله. وده معناها ان لا ربنا صادق والقدس هتتحرر، ولكن انتوا فاكرين الجمعه اللي فاتت لما اتكلمنا عن الغربان اللي بيحصل فينا ده الغربان من عند ربنا. عشان ايه؟ عشان ربنا يعمل فينا ايه؟ يطلع فينا اللي يستاهل انه يبقى مسلم، اللي ربنا يحمله الامانه، وان اللي ينزع منه الامانه واملي لهم الا كيد مدين. وبعدين ربنا عمل الجنه والنار علشان ايه؟ الناس كلها هتخش الجنه؟ لا. طب الناس كلها هتخش النار؟ برضه لا. مين هيخش الجنه ومين هيخش النار بتاعته بقى؟ هو اعلم بمن ايه؟ بس هو اللي قال برضه في سوره الحديد ومنهم من يعبد الله على حرف احرقهم. يطلع واحد زي القذر اللي فاكرين وحضر وراه ان شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ الازهر انت والمفتي وكل عالم من العلماء اللي سايبين واحد زي القذر اللي اسمه اسلام البحري وحسبي الله ونعم الوكيل. انتوا ما بتردش عليه ليه؟ خايفين منه. انتوا ضعاف مش بالدرجه دي. انتوا عندكم يعني انتهيتوا بالدنيا لدرجه ان كل واحد يقول اطلع سنه وطلعت اتكلمت هيهزقني. ما هو استفاد لو اني تقدم في الناس دي والده هم اللي بيتعدوا على الدين دول والعلمانيين دول اللي بيطلع يقول ايه؟ لابد من القضاء على الكائنات الحيوانيه الملقبه بالائمه. بيتكلم على مين؟ على الامام مالك واحمد بن حنبل والشافعي. بيتكلم على الائمه الاربعه، الائمه اللي كل واحد سافر الدنيا كلها على رجله، اللي ما كانوش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا، ما كانوش بيناموا. البخاري اللي قاعد يشتم فيه ده اللي شافه وهو صغير امه شافت له الرؤيه وهو طفل ان هو هيكبر وسيدنا النبي ممدد ومتغطي والذباب جاي هيضايق سيدنا النبي وهو واقف جنب سيدنا النبي ماسك مروحه بيزيح الذباب عن سيدنا النبي، بيهش على سيدنا النبي علشان يبعد عنه الذباب. مين البخاري ده؟ ستكون اول لما سالت ايامها احد الناس العلماء الكبار قالت له انا شفت ابني كذا كذا كذا، قال لها سيكون مدافعا عن كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بخاري يا جاهل يا دكتور ما هو قنوات لنا هي خلي بالكم. تعالى هات اي قناه شوف يدفعوا فيها ملايين قد ايه عشان يعملوا بحث يقول لك ان ايه نسبه الاشاره، عشان ايه اذا كانت الاشاره ضعيفه يبقى لازم نعمل اعلانات وايه علشان المشاهده تعلى ويدفعوا ملايين في البحث. طب تعالوا قول لهم يعملوا بحث علشان ايه؟ عشان نحل مشكله العروس ومشكله الطلاق في مصر. يقول لك يا عم كبر دماغك يا باشا. يا عم ده المجتمع كله ضارب بسبب المشكلتين دول، يا اما في عروسه يا اما طلاق، مجتمع منحل. عارفين في العبور مدينه العبور عاملين نادي اسمه نادي ايه؟ المطلقات والمطلقين. والمطلقات والمطلقين يتعرفوا على بعض ويتجوزوا ويطلقوا برضه مطلقات. ليه كده؟ ايسر. وبعدين جواز المسكين وجواز الشواذ والمكان بقى وكل الحضار اللي احنا رايحين فيه ليه؟ علشان ايه؟ لانه لم يكن كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا سيدي بالنسبه للطلاق لو اتبعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نفهم فيه تنكح المراه لايه؟ احنا سيبنا الاربعه، لا احنا خدنا ثلاثه وسيبنا الاساس وسيبنا الاربعه، لا احنا خدنا ثلاثه لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، مفيش فصل ولدينها، مفيش بقى لدينها. ليه؟ انا اعرف واحد اقسم بالله لما جه واحد يتقدم لبنته قال له يا ابني هو الفجر جدا على الساعه كام؟ بص له على كده قال له وش انا ما عندي بنت الجواز والله العظيم قال له ما عنديش بنات الجواز. شوف الاب لما يكون شوف بالله عليكم ده ربنا هيعرفوا ايه والذريه بتاعتها دي لما تتجوز هتبقى ايه والجد اللي هيعلم احفاده ويجيب لهم بدل ما يجيب لهم 100 غمس يجيب لهم ايه قصص الانبياء صح. طب انا عايز اسال سؤال بس كل واحد يجاوب على نفسه. مين هم ال10 المبشرين في الجنه؟ مش عايز اللي يعرف يرفع ايده عشان ما تبقاش فضيحه، اللي ما يعرفش برضه ما يرفعش ايده عشان ما تبقاش فضيحه. ايه ال10 المبشرين في الجنه مين هم؟ انت ممكن ما تعرفش مين هم ال10 المبشرين في الجنه؟ انت ده على شكل كتير. انا بتكلم طبعا دي مش خطبه، انا عارف ان انا ما بقولش خطبه الجمعه، انا عارف انا بطلع اتكلم اي كلام اللي انا عايزه اقوله، انا عارف ان هو دي خطبه الجمعه بتاعتي.
ما خرج من القلب لابد ان يدخل الى القلب. لا اسهل ان انا اقسم بالله الخطبه هي مكتوبه ومتوثقه وكل شيء، ولكن الدكتور لما يجي يدخل يعمل العمليه، الدكتور الجراح لما يجي يدخل يعمل العمليه دي اصلا المفروض تاخد ربع ساعه 3 ساعات صح؟ وهو عارف ان دي عمليه عاديه، وبعدين هو بيفتح لا في مشكله ولا في كارثه ولا في مصيبه ثانيه وما يقدرش يقفل على كده ولازم يعملها. يوم ربع ساعه دي بقت ايه؟ بقت ساعه. انا لما بقصر يجي لي طلبات على الصفحه لو سمحت طول شويه علشان ايه؟ عايزين نسمع واحنا كلامك بنستفيد منه خصوصا الشباب. واحد تاني من الشباب بيقول لي انا اول واحد اشوف واحد بيتكلم عن منبر بالحريه دي وبيتكلم عن المشاكل الحقيقيه بدون خوف. قلت اللهم لك الحمد والشكر. فاذا كنت بطول عليك شويه فيعني مش هعتذر ان انا ما بعملش حاجه غلط، ولكن اقول ربنا يجعله في ميزاني وميزانكم ان شاء الله. وبعدين كانك قاعد قدام الماتش اللي الناس كلها قاعدين يهللوا والله العظيم امبارح قلت ايه هو المسخرات اللي قدامي ايه في ايه يا جماعه محمد صلاح جول يخرب ايه في الدنيا استغفر الله يا رب. سنه هي ناقصه سبعه وهي ناقصه ملايين سوداء يا عم هو جول في الزمالك. طب الاهلي من الزمالك ومجانين وبيعملوا كده ده بره ده لعيب بره وبيلعب في فريق اجنبي. ايوه الفرعون المصري ده بيمثلك انت ما بيمثلش بيمثلنا كلنا ناس تايهه وناس عايشه الضلال وكل واحد خايف يقف مع نفسه ويسال نفسه انا فين. السؤال اللي بساله انت مين؟ راجع نفسك انت مين؟ انت صح ولا غلط؟ طب انا اعمل ايه؟ واحد يقول لي انا ذاكرت وكنت موعد ابويا ان انا ابقى الاول على الدفعه وذاكرت والله العظيم مذاكره وبعدين فكرت ان انا جبت مقبول. قلت له حاجه من الاثنين، يا اما انت ما بتفهمش عشان تقول لي ذاكرت عشان اطلع الاول كنت تجيب مقبول حتى مش جيد ولا جيد جدا، يا اما انت راجل بتضلل في الكلام. فرد عليا قال لي الكلام صعب قوي مش قلت له يا ابني انا ما بعرفش اجاوب بس بتضللنيش. يا اما انت ما كنتش مركز انت بتذاكر فبتقعد تذاكر في 5 6 10 ساعات وما انتش فاهم انت ذاكرت ايه وانت مش مركز، وبالتالي دي النتيجه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا عايزين المسلم ايه؟ كان يسلم عارف مصلحته فين، عارف يعمل ايه، عارف يرتب اوقاته ازاي. ولذلك احنا مش هنتطور بالمناسبه ايه؟ لا تتبعون خلي بالك شوف سيدنا رسول الله عشان نختم بالحديثه لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو سلكوا جحر الضب اللي هو فوق الامن بشويه يعني يا دوب حجمه الجحر بتاعه قد ايه؟ انت سيادتك ايه جاي وداخل راسك في الجحر وعايز تدخل جوه الجحر مش بتاعك مش على مقاسك يا عم انت بتعرف في ايه؟ حتى لو سلكوا جحر ضب لاتبعتموه كل من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن سيدنا النبي بيتعلم وفي غيرهم انتوا بتقلدوا وبعدين قال لك ايه هو في حاجه اسمها اتباع وفي حاجه اسمها ابتداع. المفروض يكون الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا. احنا عملنا ايه؟ ابتدعنا في الدين واتبعنا في الدنيا. كل حاجه ماشيينها عشان برضه الختام يصبروني والله لانه الكلام انا بلاقيه كله مرتبط بيضرب في منتهى الخطوره. واحد بعت بيقول لي انا شاب مصري واضطريت ان انا اتجوز واحده من شرم الشيخ روسيه علشان تعمل لي الورق واخد الجنسيه الروسيه. الجواز ده قلت له انت ديوس ومفيش حاجه اسمها جواز ده عقد باطل وانت اخرتك جهنم وبس والمصير لما تخرج. يا راجل انت ترضى على نفسك تبقى متجوز واحده ما انتش عارف هي نايمه فين؟ انت راجل ولا تقول انت مسلم اصلا؟ انت مسلم؟ انت عارف يعني ايه شروط عقد الزواج اصلا؟ طب هو ليه المحلل في الشرع له شروط؟ ما ينفعش محلل على ورق ما ينفعش. ليه سيدنا النبي قال عليه الديوث؟ ليه؟ علشان ايه؟ احنا فاهمين ولا احنا ممشينها كده؟ المجتمع والاقتصاد ومش لاقيين ناكل ومش لاقيين نفتح بيوت وانا شاب وانا عايز اتجوز والمجتمع ما بيساعدنيش ولذلك اطلق مبادره صندوق زواج الشباب في كل محافظه بلاش في كل محافظه في كل بلد في كل قريه الكبار بتوع القريه وبتوع البلد رجال الاعمال الناس اللي مبسوطه يجمعوا كده ويدوروا على ناس محترمه
10 15 20 واحد من الناس المحترمه رجال الاعمال اللي بتبتغي الاجر من الله، مش المظهره ولا انتخابات مجلس الشعب ولا كل الكلام الفاضي ده، لا، يعملوا صندوق، وصندوق قائم عليه حد يكون فيه ثقه ويروح يعمل دراسه حل ويروح يشوف فعلا الشاب اللي عايز يتجوز ده، ومش هيروح بقى يدفع له مهر. لو واحد قال له ده المهر 50,000 جنيه، لا احنا المهر عندنا هنديه لك 1000 جنيه. دور على حد 1000 جنيه. ليه؟ ربنا هيبارك لك في دي، مش هيبارك لك في دي. احنا اذا جاءكم من ترضون دينه نقول للاباء والامهات اتقوا ربنا في بناتكم وفي ولادكم. يعني اللي عندك رايح تتجوز وعندك بنت، ما تقطعش رقبه العريس اللي جاي عشان ربنا ما يقطعش رقبه بنتك ويسلط عليك ذريتها بعد كده، ياخد اللي وراك واللي قدامك. طب انت هتسيبنا يا بابا؟ طب اللي ولا عايز يتجوز وما عندناش، طب عندكم ايه؟ بيحه الارض، بيحه الارض ايه ده مجرد بابا بيحه الارض احسن ندعي عليه وتلاقي ربنا سلط بعضهم على بعض والمجتمعات تتفسخ والدنيا كلها مش دي مصايب. علشان عملنا ايه؟ سيبنا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يهدينا يعني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم محمد اسكننا راحم ولا تعذبنا فانت علينا فرض وارزقنا فيما جرت به المقادير. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واحزاننا وقضاء ديوننا وذهاب ذنوبنا وشفيعا لنا على الصراط ويوم نلقاك يا اكرم الاكرمين. اللهم استرنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض ونجنا يوم العرض. اللهم بارك لنا في اولادنا، اللهم خذ بهم بايدينا وايديهم يا رب انزل الكرام عليك. اللهم ردنا اليك مردا جميلا غير مخزي ولا ضارك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه يرحمني ويرحمكم الله. الاخوه المصلين خارج المسجد، حد يبص لي منكم بعد اذنكم؟ الناس اللي بتصلي بره حد يبص لي؟ ولا الناس اللي بتصلي بره حد يبص لي؟ ايوه شيخ. الناس اللي بتصلي هنا ايوه حد يبص لي كده الاخوه دول. ايوه شيخ. شوف فين حضرتك القبله، تعالى بقى شمال شويه كده، بص انت باصص تتجمع للناحيه الثانيه. ايوه خلي القبله بتاعتك كده، هنا بتصلي اتجاه غلط، شمال شويه ايوه